السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا من جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كي دوزتوا هاد الايام ديال الشهر الكريم كيدوز كيجري، نتمنى من الله دازوا العشر ديال الرحمه، نتمنى من الله هاد العشر ديال المغفره يدوزوا بخير وعلى خير، وكذلك العشر ديال العتق من النار. نتمنى من الله عز وجل، نرجو من الله عز وجل اننا كاملين يشملنا في العتق من النار يا ربي. فاليوم ان شاء الله هاد الوصفه ديالنا غادي نشارك معكم الشيار بالفينو بدون بالقمح الصلب بدون دقيق ابيض. كيجي رائع وخاصه للسحور، صحي وكيجي ممتاز والمذاق ديالو ولا اروع. فابقاو معايا ان شاء الله مع المقادير وطريقه التحضير، وما تنساوش اللايك والاشتراك قبل ما تبداو الفيديو اللي باقي مشتركين في القناه. وندوزو على بركه الله نشوفوا الوصفه ديالنا. هنا كندير المقدار ديال الفينو القياس اللي بغيتو. انا هنا درت واحد 6 الكيسان ديال الفينو، تقريبا 600 غرام ديال دقيق الصلب، الدقيق الاصفر. هاد الفينو زوين ما فيش نهائيا الدقيق الابيض. وكندير واحد الحفيله هكذا ديال الزعتر اللي صهدتها شويه وحكيتها ما بين يديا، ودرت الخميره كنخليها حتى تطحن هكذا شويه اولا كتعجن شويه، عاد كنضيف الملحه كنعجنها هكذا مزيان. هاد العجينه هذه كتجي تقريبا ثقيله شويه على العجينه ديال السفنج، صافي باش هكذا كيجي داك الشيار ديالنا مهوي وكيجي زوين بزاف. هنا كندلكم مزيان حتى كيعطينا هاد القوام هذا اللي كيجي بهذا الشكل هذا، يعني خصو تدليك بزاف حتى كيعطينا هاد الشكل هذا، صافي. وكنخليه يخمر مزيان، يعني الخمره الاولى كنعطيه الوقت في الخمير، من بعد ما تش نخمرو يعني مباشره كنبسطوه وكنطيبوه. المهم المراحل تشوفوها في الفيديو، غيبقاو معايا ان شاء الله حتى النهايه ديال الفيديو. هذا هو القوام ديال العجينه ديالنا كما كتشوفوا. غادي نغطيه بواحد البلاستيك ونخليه حتى كيتضاعف الحجم ديالو كما كتشوفوا معايا. هذا هو من بعد ما اختمر. هنا كناخذ واحد ورق الزبده وكندهنو بشويه ديال الزيت، وكندير الكويره القياس والحجم اللي بغيتو نتوما. كندير الكويره ديال راه كتجي كتلتصق باليدين، ضروري كنديروا الاستعانه بالزيت باش هكا ما كيبقاش كيلصق لنا في اليدين. وكنبسطو يعني ما كنرقوش بزاف وما كنخليش غليظ، بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا معايا باش كيسهل علينا. مباشره كنلوحوها يعني في واحد المقله اولا الطويجينه اللي كتكون سخونه مزيان، وكنحطوها وكنخليوها هكذا لهاد حتى كتنبل. انا هنا هذه غير اضافه، انا كتعجبني ندير معها هكا شويه السانوج، وكتجي من السما بالزعتر كتجي زوينه بزاف وصحيه اكثر. كنخليها حتى كتبدا تنبل. هاد الشيار ما دايرش بحال البطبوط كنبقاو نقلبوا فيه، هذا عنده غير جوج تقليبات، يعني كنحسوا به طاب من التحت كنقلبوه يطاب من الفوق وصافي. هاد الاضافه ديال الزعتر اللي بغى يديرها نتاع الزعتر وديال السانوج بزوج، اضافات اللي بغى يديرهم. هنا قبل ما نقلبوها كنديروا لها واحد المعلقه صغيره ديال الزيت من الفوق، عاد كنقلبوها. ربما غير ما بانتش هنايا في الفيديو مع كندير التسريع. صافي هذا هو الطياب ديالهم، كيجيو خفاف وزوينين ولذاذ ودغيا كيوجدوا. غير هما خصهم يتكالوا سخونين، يعني كنطيبوهم حتى كنبغيو نحطوا يعني داك الكويسه تاعي ولا عاد كنطيبوهم. راهم كيجيو لذاذ بزاف ودغيا كيوجدوا صحيين، يعني ما فيهمش الدقيق. كاين اللي كيدير هذا الشيار ولا بوشيار كل واحد كيفاش كيلغالو. كاين اللي كيدير فيه ضروري ما يدير فيه الدقيق الابيض، هكذا كيجي احسن وصحي اكثر. هنا هذا هو الشكل ديالها عن قرب، يعني كتنبل كلها بهذه الطريقه هذه. عاد كنقلبوها وصافي وكنبقى هكذا حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي. انا هنا درت غير 600 غرام، خرجت لي واحد 4 اللي حجمهم متوسط، ماشي كبار وماشي صغار.
انا من بعد ما كملت الكميه كامله ديال ندوزو اول حاجه كندوب شويه الزبده بلديه، كندوبها وكنضيف لها حتى هي الزعتر اولا زعتر اللي بغيتو، ويمكن لكم تذوبوها بوحدها مع العسل. انا ما كنديرش العسل دابا، كنحطو يعني مرافق مع هاد الطبسي ديال الشيار. اللي بغى يدير كيدير باش هكذا الا بغيت نسخنو كنسخنو، ملي كيكون فيه العسل صعيب باش تسخنيه. كنضيف واحد المعلقه ديال الزعتر اللي غسلتها وكنخليها حتى كتذوب، كنقدمها معكم كما كتشوفوا. كنسقيه مزيان وكنقدموها مع العسل وشي كاساتي. نتمنى هاد الوصفه هذه تنال الاعجاب ديالكم، وكنضرب لكم موعد مع فيديو قادم. ما تنساوش اللايك والاشتراك. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.